هو ليه فكرة اللايف يعني انترستنج جدا للدرجة دي وبتأتراكت يعني الناس كده على أيا كانت البلاتفورم، يعني لو على لايف ستريم بلاتفورم زي على كيك أو على تويتش أو على يوتيوب ولا على تيك توك أو على أي حاجة. علشان غالبا بص، أنا أعتقد إن هو اللايف هو الستوريز في 2015 16، ممكن كمان الستوريز في 2014 13. فاكر الفترة دي، فترة بتاعت سناب شات الستوريز. فهي اللايف دلوقتي. الستوريز كانت ان انت بتنزل مش بقى ستوريز حلوة وكده، أو مش زي دلوقتي. يعني استخدامها كاستخدام في ستوريز ممكن ان انت تنزل الحاجات اللي بتحصل لك في هذه اللحظة دلوقتي حالا، تنزلها على الستوريز عندك، فالناس بتتابع اللي انت بتشوفه في نفس اللحظة يعني، أو اللي بيحصل معاك في نفس اللحظة. فاللي هو ده دلوقتي هو لايف. ما كانش فيه ساعتها، هو كان فيه بس ما كانش فيه availability يعني معرفة كده اللي هو أنا هقدر أقعد أتابع لايف، فاهم؟ دلوقتي في ان ريل لايف ستريمرز بيعملوا تور بقى، يعني يفضل مشغل الستريم وهو مسافر وهو بيتمشى في أي دولة وكده يعني. فالمهم هو اللايف هو الستوريز بتاعت زمان يعني. فليه بقى اللايف بقى جامد جدا وبيجيب نمبرز زي كده؟ عشان هو انتمت جدا. يعني مثلا أنا بعمل دلوقتي ريسيرش كده على اللايفز، في كذا حد بيطلعوا ديسنت يعني تمام. في حد بيعمل لايف بيبقى زي كأنه راديو، يعني بيقعد يشغل مزيكا والناس تبعت له شغل أغنية كذا وهكذا، ويتكلموا عن الأغنية وكذا زي الراديو بالظبط يعني. فدي تجربة جامدة جدا. سمعت about إن أنت مش عارف تشغل الأغنية، ما هي موجودة في كل حتة، تقدر تشغلها مليون مرة. بس about اللي هو أنا عايز أشغل الأغنية دي والناس دي أغنية حلوة، وتتشارك معاك وتتكلموا مع بعض، فاهم؟ زي Reddit is about experience يعني، مش إن أنت تشغل أغنية وكذا. فده علشان كده اللايف حاجة مثيرة للاهتمام يعني. فيعني تراي كان في عربية معدية جنب. أنا بقول لك يعني تراي إنك تبص على اللايفز، هتلاقي حاجات متخلفة كتير جدا، 90% تقريبا من اللايفز متخلفة، ولكن هتلاقي في بعض التجارب لطيفة في اللايفز، بقى بص عليها يعني.